منك 10 ايام. ها يا عمر، قلت ايه؟ ياسر باللي انت بتقوله ده صعب قوي. لا صعب يا عم ولا حاجه، الصعب انك ترفض 100,000 جنيه. ياسر بيه القصه مش قصه فلوس، قصه ان في ناس حقها هيروح. يا ابني الكلام الكبير بتاعك ده هو اللي مضيعك. انت فاكر انت وزمايلك لو رفعتوا قضيه على امجد بيه هتقدروا تكسبوها؟ هنكسبها ان شاء الله، مفيش حد فوق القانون. قانون؟ في حاجات غير قانونيه كتير هتخليك تمضي. انت بتهددني بقى يا عم، لا تهديد ولا حاجه، انا بس خايف على بنتك الاموره وهي طالعه من المدرسه بعد ساعه من دلوقتي. يعني حد ياخدها يفسحها كده ولا كده؟ ولا الحاجه اللي قاعده طول النهار لوحدها هتعمل ايه لو دخل عليها شويه بلطجيه؟ عمر الموضوع بسيط، كل ما هنالك هتمضي بس على الورقه ديت اللي تثبت فيها ان امجد بيه ملوش علاقه خالص بالموضوع دوت، والمبلغ اللي احنا اتفقنا عليه زي ما هو 100,000 جنيه، ولا اقول لك خليهم 200,000 جنيه. وده شيك مني. امضي يا راجل، امضي. امضي. ما تمضيش. انت مين انت؟ ودخلت هنا ازاي؟ ما تضيعش حقي وحقك. بس انا خايف قوي على بنتي. وانا بنتي هتعيش طول عمرها يتيمه عشان ما تضيعش حقك. وانا امي ملهاش حد غيري. هات الامن. فين الناس اللي هنا؟ اي حد هنا؟ وانا امي ماتت بالصدمه لما سمعت خبر استشهادي يوم 28 يناير عشان انت ما تمضيش. ها يا عمر، قلت ايه؟ سألوا الشهيد نفسك في ايه وايه توصينا احنا بيه، قال خلي بالكم من البلد دي واوعوا تنسوا انا مت ليه. سألوا الشهيد نفسك في ايه وايه توصينا احنا بيه، قال خلي بالكم